حمرت كيجاك الرز زوين زوين بزاف. زوين والله، لا زوين بزاف، زوين وليده ولدي. الله يحفظك والله يعطيك الخير وبصحتك وراحتك. السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ الله يتقبل منكم الصيام والطاعات في هاد العشر الاوائل ديال ذو الحجه، من افضل الايام المباركه. اذا كانت هناك 10 ليالي مباركه، فهناك 10 ايام اخرى مباركه من افضل ايام الله، الا وهي هاد العشر الاوائل من ذو الحجه. اكثروا فيها الصيام والصلاه والاستغفار والدعوات، وخصوصا يوم عرفه، اللي لا يحرمنا من ذاك النهار، واللي لا يحرمنا من استجابه الدعوات في ذاك النهار. ليا وليكم وكل من قال امين. نتمنىكم ان شاء الله بخير وبخير. الوصفه ديال اليوم كما راكم كتشوفوا في التبصيل، وكما قال ولدي احمد، زوينه بزاف بزاف بزاف، سهله مشبعه غنيه بالبروتينات ولذيذه بزاف. غادي نجيبوا واحد الكاسرونه، غادي نديروا فيها القدر الكافي ديالنا ديال الروز على حسب الاسره ديالكم. انا درت تقريبا واحد 200 غرام ولا 150 غرام، صراحه ما عبرتش عيني ميزاني. غادي نغسلوها مزيان وغادي نخليوها ترقد لو طون باش غادي نوجدوا الدجاج. غادي انا الصراحه جبت هاد الفيلي دو دانت، كان عندي في الكونجيلاتور، درت له شويه ديال الملحه كما راكم تشوفوا، شويه ديال الخل، رقدتهم مزيان لو طون باش نغسل يدي ونرد الروز بلاصتو. قطعتهم في نفس داك المحلول اللي كانوا فيه، اللي فيه الماء الخل والملح، هادو كافيين باش تغسلي البواترين دو داند ولا دو بولي. صافي قطعتهم بالمقص، الا كان عندك شي مقص نقي ديال الكوزينه وماضي راه يقضي لك الغرض. من بعد ما ترقدوا شي شويش، مشيت غسلتهم مزيان كما شفتوا في لا فيديو، وخليتهم يستقطروا في الشبكه، وجبت الهاشوار ديالي ورميت فيها هذوك قطع الدجاج اللي كانوا 500 غرام، كان الباكيت كان فيها 500 غرام. درت واحد 4 3 4 5 تاع فصوص الثومه على حسب نتوما واش كتبغيو الثومه قويه ولا لا. جبت من الكونجيلاتور نص فلفله خضراء ونص فلفله حمراء، والعطريه كما كتشوفوا درت شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، شويه ديال السكنجبير، طريقه ديال القرفه هذا القزبور يابس، وواحد الخويط نتاع زيت الزيتون. بالنسبه للدهون، هذا الخويط اللي شفتوه هنا في الفيديو هو اللي غادي نستعملوه، ما غادي نزيدو حتى شي حاجه اخرى. غادي نبلعوا الهاشوار ديالنا وغادي نطحنوا مزيان. هنايا حليتها باش نشوف واش راها مطحونه، كانت مطحونه غير بقاو شويه دوك الضروس تاع الثوم حيتاش كانوا صغار ما تطحنوش مزيان. زدت لهم 3 ثواني وانا حصلت هنا على كفته. اييه الكفته ديال الدجاج في دقيقتين او اقل من دقيقتين. غادي نحطوا داك المحتوى ديالنا، الخليط ديالنا غادي نحطوه في طبسيل ولا في شي اناء. وانا هنايا خليت داك الاناء ومشيت غسلت الماء ديالي وجمعت البلان دو طرافاي باش كلشي يكون واحدك. دهنت يدي بشويه ديال زيت الزيتون وشكلت هاد الكريات نتاع الكفته. وهنايا تقدروا ما ديروهمش كويرات، غادي تبقاو تشدوا تحطوا غير بالبركه هكذا، غير بالبركه راه غادي يتجمعوا بوحدياتهم. زعما الا ما كانش عندك الوقت، انا هنا صراحه كان عندي الوقت. هنا جيت من الخدمه ديالي، كنت صايمه، جيت من الخدمه ديالي دخلت الكوزينه ديريكتومون، حيت الا مشيت حتى جلست ما غاديش نصور، ماشي ما غاديش نوجد، غادي نوجد غير ما غاديش نصور. صافي هنايا كورت كاع داك القدر تاع الكفته، عطاني هنا قياس 2 المقلات. مشيت خليتها دو كوتي ورجعت للروز ديالي. هنا كنوريكم باللي صافي بقيت كنشلل فيه حتى ولا الماء ابيض، راه دغيا كيتغسل. صافي غادي نمشيو نشعلوا البوطه وغادي نحطوا ديك الكاسرونه اللي فيها الروز، وغادي نزيدوا عليها واحد الخويط نتاع زيت الزيتون ونخليوها تتشحر مزيان. من بعد غادي نزيدوا شويه ديال الملحه على حساب الكونتيتي تاع الروز اللي راكي دايراها، وغادي نحك فيها واحد شويه ديال الكوزه. شويه ديال الكوزه كتعطيها مذاق هائل. والا كان عندكم الهيل ديروا غير واحد 2 حبات نتاع الهيل، فتحوهم مزيان وحطوهم. الا كان مدقوق واحد الرشه خفيفه باش ما يجيش حار، سينو غير واحد 2 حبات حطوهم هكاك صاينين. انا هنا من بعد ما حكيت الكوزه غادي ندير واحد الطريقه ديال القرفه، غير واحد شويه راه كتعطيه مذاق هائل وما كتبانش، ما كتكحل ما حتى شي حاجه. كما كتشوفوا هنايا قربت لكم الكاسرونه صافي، وغادي نخليه يتشحر مزيان، حيت هاد التشحيره اللي كيتشحرها الروز في هاد الوقيته هذه هي اللي كتخليه ما كيتعجنش وما كيتلصقش.
من بعد ما يتشحر كندير له الماء الكافي اللي غادي يطيب فيه. كنعلي غير شي شويه. هنا حاولت نبين لكم حيتاش باقي راني عاد كنتعلم التصوار ونختار الزوايا. مهم شويه بشويه ان شاء الله ربي غادي ييسر لي الامور وييسر لكم اموركم ان شاء الله جميعا. صافي رديت الكاسرونه للعين الاخرى المتوسطه باش يطيب على خاطرو، وغادي نستنى حتى يغلى وغادي نوريكم في لا فيديو ونقص عليه نقتلو باش ما نزيدلوش الماء. ما غادي نزيد له حبه ديال الماء حيت شحال ما زدتي للروز الماء كيجي بحال الا فيه غير الماء. هنايا درت الكفته ديالي في ديك العين الكبيره، ومن بدات كتجمع راكم شفتوا كيما شفت لا كونتيتي الاخرى باش بلا ما نضيع الوقت ونبقى ندير بزاف د المقالي. حنا الشعار ديالنا اخواتي حبيباتي هي اننا نطيبوا لوليداتنا، ناكلوا ماكله نقيه ونجمعوا دارنا وما نضيعوش وما نجهدوش راسنا. نديروا كل شيء وربي اللي غادي يوفقنا وغادي يجازينا على حسن النوايا ديالنا. راكو عارفين ان يعلم الله في انفسكم خيرا يؤتيكم خيرا. اللي دارت شي حاجه غادي تلقى الجزاء ديالها، كسوا مع وليداتها مع والديها ولا مع اي واحد في الحياه ديالها. اي والله لقينا مع محسن منا يا ربي في هاد العشر الايام المباركه. هنايا الكفته ديالنا راها طيب، وهنا تعمدت انني نخلي بعض المقاطع طويله. من بعد ما طابت الكفته هي راه دغيا كطيب 2 مينوت كطيب، غير انا كنت منقصه لها حيتاش باقي المربعيد. هنايا زدت تقريبا واحد القياس ديال لا كريم فريش اللي عوضتها بلاصه ما ندير البيشاميل درت لا كريم فريش. ديك لا مارك عندهم لا كريم فريش حيوانيه زوينه صراحه زوينه وكتجي حتى بنينه. صافي واحد المده وانا كنستعملها ما لقيتش فيها شي مشكل ولا شي حاجه، كتجي حتى بنينه. سورتو انا ما بقيتش كندير لي صوص قلعتهم، ما بقيتش نهائيا كنستعملهم نهائيا. الحمد لله رب العالمين على هاد النعمه، هذه راه نعمه. صافي هنايا من بعد ما درت ديك لا كريم فريش غادي نخليها تمشي وتجي شويه غير باش تعقد. هنايا الروز ديالنا راه طاب، غادي نوريه لكم وغادي تشوفوه. من الروز بحال الا كيشوك صافي عرفيه بلي راه طاب، ما عليك حتى شي حاجه. الا كان شويه شفتيه ما ناشفش طفي البوطه وخليه مغطي لو طون اللي غتحطي فيه الاكل ديالك غادي يكون شراب داك الماء ديالو. راه الروز كله نشويات. هنا تعمدت انني نخلي المقاطع شويه طويله باش نتحدث معاكم. وان شاء الله يا ربي يجعلني خفيفه ظريفه على قلوبكم وتشجعوني وتابوناو في لاشين وفي التعاليق غير قولوا لي شنو بغيتوا، شنو هما الاخطاء اللي بغيتوني نتفاداهم. لان دابا انا عيا ما نشوف ونعيا ما نحضي، خاص ضروري عين اخرى راه تشوف داكشي اللي ما رانيش نشوفه. انا كنشوف من الزاويه ديالي وكاينه زاويه اخرى ديال المتتبعين والمشاهدين كيشوفوا هذاك الشيء اللي ما شفتوش. سورتو الناس اللي شويه كتفهم في لو دومين عطوني نصائح، عطوني معلومات، عاونوني شجعوني بداك الشيء اللي قدرتوا عليه. وبطبيعه الحال اعتبروها حسنه والحسنه بعشر امثالها، والله يجعلها تكون لكم صدقه جاريه الى يوم الدين. هنايا من بعد ما طابت الكفته ديالي راه كطيب دغيا شوفي الفيديو فيه 10 دقائق بواحد شويه ديال السرعه، نقولوا حنا واحد 18 20 دقيقه بغسيل الماعن بجميع تاع الدار. يعني انا ما كنوصل لهاد ليطاب تاع الدريسينغ، راه كلشي راه مجموع عندي باش نكمل نمشي نجلس حتى يود المغرب. دونك هنا دريسيت بهاد الطريقه. دريسيو كما بغيتو كل وحده وقياس عينيها وكل وحده والاواني اللي عندها. ما حتى وحده ما تتعاون مع وحده. مزيان اننا نديرو في اواني زوينه ونديرو اطباق زوينه. العين كتاكل قبل من الكرش، ولكن كل واحد على حسب المجهود ديالو. هنايا حطيت الروز. هنايا شتي هذا الروز والله الا صدقيني حبيبتي شتي البنه ديالو كتاكليه بوحديتو بلا حتى شي حاجه. داك البنه ديال الكوزه مع ديال القرفه عادي. الا كانت الزبده انا صراحه الزبده كملات لي، هي اللي استعملتها البارح في الغريبيه. كملات لي ومازال ما مشيتش جبت كريمه الزبده. هي قالت لي غادي نعطيك واحد القفصه تاع الزبده راني نخبر عليها معليش راني عارفه تقدر ما تسمعش هاد لا فيديو. قالت لي روحي نعطيك الزبده، هم عندهم زبده زوينه غادي تذوقني واحد شويه. المهم حطيت الكفته ديالي بهذه الطريقه. يمكن لك تدريسي بالطريقه اللي كيعجبك. انا دي فوا كنحط الروز في الطبسي وكنخوي عليه لا كريم، ولكن هنا هاد الطبسي بغيت نفرح بها وليداتي باش من يجيو مع السته يلقاو الطبسي مدريسي، لان انا مازال ما غاديش نفطر. هنايا راه باقي المغرب ما ودن، هنا راه تكون شي 6 ولا. المهم هنايا غادي يدخلوا هما. يعني علاش دريسيتو خليت الدريساج تاع هاد الوقيته غادي يدخلوا يلقاوه واجد يصليو العصر بسو بيجاماتهم يتغداو، وانا حتى يود المغرب ان شاء الله. قولوا لي كيف جاكم هاد الطبق الشهي المشبع اللذيذ
سهل التحضير والغني بالبروتينات، يعني أهم حاجة أنه غني بالبروتينات. إلا عجبتكم الوصفة أخواتي إخواني ما تنساوش تشاركوها مع الناس اللي كيبغيو ياكلوا وصفات سهلة صحية لذيذة ومشبعة، وتشاركوا في القناة، تكثروا من لي لايك لي جيم والفولو والبارطاج، قلتها لكم بجميع اللغات وباش يوصل المحتوى لأكثر عدد من المتتابعين، وحتى أنا نتشجع ونزيد نطور راسي في هذا المجال ديال الأكل الصحي أو الأكل النقي. وإلى هنا نقول لكم بالصحة والراحة.